انت ايه موضوع فيلا يحاب دي وانتقالك من الاهلي من الاسماعيلي للاهلي؟ والله يا كابتن احمد ده موضوع كبير قوي. موضوع بس دي افضل نقله في حياتي يعني، اكيد وافضل قرار اكيد. خدته في حياتي بامانه، يعني ان انا رحت النادي الاهلي وعملت تاريخي وسطرت تاريخ هناك. دي حاجه كبيره جدا بالنسبه لي. بس الحمد لله كواليسه ربنا كتير الموضوع ده. بيقدر اسباب كده. لان انا المفروض خلاص، ان انت عارف النادي الاسماعيلي كان فكره ان بيعك للاهلي مباشر دي صعبه جدا. صحيح. والناس هناك اعترضت والجماهير، وحصل صخب كبير جدا من الجماهير. لدرجه ان انا كنت هربت من البيت اصلا خالص. سبت البيت، ما حدش عارف عنواني، يمكن اخويا الوحيد اللي كان بيتواصل معايا. طبعا فكره ان انا قلتها له كده، حته ان اخويا اتحبس في نادي الزمالك 9 ساعات، وفضل من الصبح لغايه بعد المغرب بالليل. لو ما جاش شريف مش مطلعينه. ما طلعوش فعلا، فضل محبوس. قال له هات شريف هنا وهنعمل لك اللي انت عايزه. طبعا انا ما جيتش، فطبعا الموضوع كبر فسابوهم في الاخر. فانا طبعا كنت موجود بقى في البيت كده في الرحاب، محبوس هناك كده. كنت مستخبي هناك كده. كنت مستخبي هناك. مستخبي هناك كده. كابتن الخطيب زعلك بعد ما مضيت لا اول يوم؟ لا خالص بالعكس. لا زعق لي صح. لا كنت داخل لسه النادي الاهلي في يوم الانتخابات الصبح. فالناس الحمد لله شالوني واحتفلوا بيا، يمكن الدخله موجوده عند الناس كلها، ودخليني بقى عند صناديق الايه الانتخابات. كابتن خطيب طبعا بص، لا الناس شايلين قالوا تعالى هنا، اتفضلوا جوه لو سمحتوا، احنا مش بتوع الحاجات دي.